الاهلي بين شماتة الزملكاويه وصفقه القرن وتمرد وسام وصفقه القرن، ما تفهمش فيه حاجه في القرن. يعني نادي القرن، مباراه القرن، نهائي القرن تقريبا عامل مشاكل مع الناس، مش فاهم ايه مشكله القرن معاهم. فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صابر ودي الكورة مع أفوكاتو. النهاردة حلقة مش عارف تحطها كده من ضمن الحلقات التعليمية التلقينية لإخواتنا الزملكاوية. فيا جماعة يطلع لي واحد يوتيوبر كده زملكاوي معروف، لا داعي لذكر الأسماء، يقول لك ايه بقى؟ اصلا عنوان الفيديو تخيل بقى انا سايب بقى انتقال وسام ومش عارف وان الاهلي عمل اللي هو عايزه وفرض اللي هو عايزه في الاخر والكلام ده كله، ودي اللي حرقاني. تخيل ايه بقى؟ بيقول ايه بقى المعلم؟ بيقول لك ما طبيعي صفقه زيزو تعمل مشكله في اوضه اللبس بتاعت الاهلي. يا نهار احوس، هو الدماغ واصله لحد الدرجه دي؟ يعني في هوبا لالا لاند كده. ما هو يعني اذا كان صفقه زيزو وقفت علينا احنا ببلاش، يعني الاعلان بتاع زيزو المشاهدات اللي جابها في يوم واحد العوائد بتاعتها غطت الصفقه بتاعته. صفقه يعني فلوس ايه بقى اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ ولا يعني اوضه لبس ايه اللي انتوا خايفين ان هي تفك في الاهلي؟ وهل الاداره اللي بالقوه دي ينفع يتعمل معاها الكلام ده؟ طيب تعالى بقى نجيبها من عند وسام بقى. وسام افتكر ان هو ايه لما هيضغط على الاهلي والكلام دوت ويزق كمان الوكلاء بتاعه، تزق الاتحاد الفلسطيني اللي هو اساسا احنا اللي مطلعينه الباسبور الفلسطيني بتاعه، اللي ما كانوش يعرفوه ولا كان عمره هيلعب لمنتخب فلسطين الا من خلال النادي الاهلي. عشان فاكر ان هو هيضغط كده على النادي الاهلي. لا يا حبيبي، الكلام ده حماده. وده بقى هو ده الفرق ما بين العقليه بتاعت النادي الاهلي بجمهوره وعقليه الزمالك بجمهوره. الكابتن حسين لبيب كان خايف يبيع زيزو عشان خاطر الجمهور والكلام ده. بالنسبه لنا احنا، عايز تمشي سيادتك وتسيب النادي، اتفضل اركب الزحليقه ولا تفرق لنا. انت جامد خطير اخر 30 40 حاجه، اتفضل اركب الزحليقه زيك زي اللي قبلك. مهما كنت جامد زيك زي اللي قبلك. في الاخر الاهلي مشى اللي هو عايزه. تفاصيل العقد عامه منشوره على اليوتيوب، ناس كتير قوي اتكلمت فيها، مش هتكلم فيها. في الاخر وصل للرقم اللي احنا عايزينه. تخيل بقى حجم العوائد الماديه، واحد جايبينه مش عارف ب1.5 مليون ولا مش عارف ايه، بنتكلم في 9 مليون دلوقتي بايعينه بيه. يعني قيمه الصفقه الاجماليه، سواء بقى هناخدها على مره واحده، هناخدها متجزأه، هناخدها في تكملتها اعاده بيع، والبونص بتاع الاهداف والكلام ده كله، ايا كانت التفاصيل يعني. بس في الاخر يعمل اللي هو عايزه بمنتهى البساطه. بس فهو عندك من القدره الماديه دلوقتي والملاءه الماليه انك تشتري بالرقم اللي انت عايزه. عايز تجيب اللي انت عايزه هتجيبه. فعيش بقى يا معلم معانا الشماته دي بقى كده، وخلي الحرقان يبقى عالي قوي، وخلص مخزون الهيموكلار والكينا كومبو وكل الحاجات اللي بتلطف دي. مفيش الكلام دوت. خليني اقول لك، هو الموضوع كان جاي من ساعه انسحاب الاهلي. انتوا اللي بداتوا حرب ملهاش اي 3 لازمه، جت على دماغكم في الاخر. وهفضل اعيد وازيد في القصه دي. ما ينفعش انت كميدو تطلع تقول لي اصل ادي الزمالك. هو احنا شايفين كوميديا؟ هو ميدو بس اللي بيقول كوميديا؟ ده جمال عبد الحميد خارب الدنيا، ورضا عبد العال، والناس اللي مش ماشي كلام بيقولوا كلام من ورا العقل. طارق يحيى يقول لك كاس العالم اصله مش قبله. يا جماعه والله العظيم ده راح فين؟ يعني هو انا دلوقتي بتقارن لعيب مهيب بيقول يعني طلع اجمالي الفلوس اللي زيزو بيطالب بيها مش عارف 82 مليون. طب هو مشي ليه؟ فالمهم ايه، كابتن اكرام يقول له عشان يجي الاهلي يلعب يجيب بطولات. فطارق يحيى يقول له عشان يلعب في كاس العالم. فطارق يحيى يقول له ده ما بتاع دوت، يعني كاس العالم مش امله. يا عم قولوا كلام بقى، يعني حتى الرد بتاع اكرامي مش مقنع. ومهيب سؤاله اصلا في اللالا لاند يا حبيبي، واحد ليه 82 يعني المستحقات من موسمين فاتوا 82 مليون. جه الاهلي ليه؟ عشان لما يبقى ليه فلوس ياخدها وقتها،
عشان مرتبه اخر الشهر يبقى في حسابه من بابه. سيبك بقى من البطولات والكلام دوت. واحد كان جايب لك 6 مليون دولار، بيعه يا باشا واستفيد بالكلام دوت وابني فرقتك. انت ما عملتش كده عشان خايف من جمهورك. ليه؟ عشان من الاخر بقى، ودي نهايه القصه وده اللي انا عايز اقوله من الفيديو كله، انك من الاخر كده جمهور الاهلي ما بيكبرش في عينه لعيب، ومفيش حد عندنا اهم من النادي، وما عندناش لعيب الدنيا هتقف عليه زي ما بيحصل كده في الزمالك. ولا بقى هنخوض في اعراض، ولا هقول لك اصلك وسام ده كان كابن و60 و70 والكلام اللي اتقال في زيزو ده، ولا اي كلام ولا اي حاجه من الكلام ده. سيادتك جيت الاهلي عملك وكبرك وبقيت نجم فيه، والله العظيم انت يعني من الاخر كده عايز تمشي، انا ما عنديش اي مشكله. حق النادي ياخد حقه بمنتهى الاحترافيه، والموضوع انتهى لحد كده بس. ولا تضغط عليا ولا اضغط عليك ولا نقل ادبنا على بعض ولا الكلام الحزنبوري ده كله، ولا اطلع اشتمك في المدرجات ولا اقول لك يا ابني كذا ولا بتاع دوت. وهو هي الفرق هنا في العقليه. هي نفس عقليه والنبي يا زيزو اقعد وابيع لك كليتي، والنبي يا ساسي اقعد وابيع لك مش عارف جحشتي والكلام ده كله، وشيكابالا اسطوره وكل الكلام المشمشي اللي جمهور الزمالك ده كله بيقولوا دوت. والكلام ده مش موجود عندنا، عشان كده الاهلي مكمل وبيبني في استاد وعنده فروع وعنده مداخيل وبيلعب كاس عالم. وكاس العالم امله على فكره، مش امله. وكاس العالم بنسخته القديمه انك تاخد تالت فيها دي كانت حاجه كبيره، وكاس العالم بنسخته الجديده الصعبه قوي ديت يعني مش سهله على اي حد برضو. امله وحاجه كبيره، وما هواش فانتازيه ولا هو بطوله شرفيه من الكلام اللي احنا بنسمعه دوت يعني. ولا جمهورنا بيروح يشجع جمهور تاني ولا بيشجع فريق تاني ولا الكلام ده كله. اجمل بقى الكلام ده كله هيطلع كله في جمهور نادي الزمالك اللي نفسي عقليته تختلف. والله عايز تبقى زي الاهلي ما تروحش تقول لي اديني اللي الاهلي بياخده. يعني نعمل لك جمعيه يا عم جمال عبد الحميد ونقبضها لك الاول مثلا، ولا نعمل ايه؟ مش فاهم يعني نعمل ايه. اجمل بقى كل الكلام اللي انا قلته دوت، انما هي العقليات. يعني عايز تبقى زي الاهلي ما تدورش تهده ازاي، فكر تعمل زيه. من الاخر انا دلوقتي لو مكان جون ادوارد بمنتهى البساطه كده انا مش داخل انافس السنه الجايه على حاجه. والله اصل خدت بطوله من الاهلي، ما برضو من ضمن الخزعبلات المشمشيه اللي انا بسمعها دي. اصل هو الزمالك ما بياخدش بطولات يا حبيبي. انت بتقارن بطوله في ماتش، احنا بنحطها في دولابنا يعني لما بناخد السوبر الافريقي ولا بناخد السوبر كده في دولابنا، بنقارنه بالبطولات الام زي بطوله الدوري العام ودوري الابطال، وانك تروح تلعب كاس عالم بتقارن ده بدوت، تبقى انت كده في اللالا لاند، انت كده مش فاهم. ولا قارن كاس بدوري، لا انت كده برضو في اللالا لاند مش في حته ثانيه. عيش بقى في اللي انت بتعمله دوت وسيبنا احنا بقى ماشيين في سكتنا وخلاص. وقول بقى زيزو واوضه اللبس والكلام ده ولا هياكل معانا ولا هياكل في اي حته، وهتفضل برضو زي ما انت. لكن اللي انا افهمه بقى ان انا اقفل على فرقتي، احاول اسوق اللعيبه اللي انا مش محتاجها، واشتغل على نفسي وانافس على المدى البعيد، ابني فرقه على المدى البعيد. واللاعب اللي عايز يمشي اجيب لي عقد محترم كده زي الاهلي ما عمل وخلاص، والموضوع انتهى هنا بس كده. لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك، الشير، الكومنت، سبسكرايب لو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك او تيك توك. يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.